في البداية كده يا صديقي مفيش أدنى شك إن معظمنا سمع أو قرأ عن عظماء وناس مشهورين، زي مثلا يا صديقي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والسيدة عائشة والسيدة خديجة والشافعي وأبو حنيفة والبخاري وعمر المختار وناس كتيرة قوي. ناس كتيرة قوي يا صديقي أثروا في الأمة الإسلامية. أكيد في مننا يا صديقي اللي سمع عن الناس دي أو اللي قرأ، لكن الحقيقة يا صديقي اللي غايبة عننا ان أمة الإسلام ما نهضتش بالأسماء دي بس، كان في ناس مجهولة الهوية. فأعتقد يا صديقي ان جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطائفة المنسية دي. في الأول كده يا صديقي أنا مش بتكلم كلام وخلاص، تعال أثبت لك. مين فينا عارف ال3000 شهيد اللي ماتوا مع طارق بن زياد اللي حملوا راية الإسلام إلى الأندلس لأكتر من 800 سنة؟ ومين فينا عارف أسماء التلاميذ اللي كانوا بيكتبوا اللي بيقولوه الفقهاء والمذاهب الأربعة، واللي ساعتها قدروا ينشروا الكلام اللي كتبوه في أنحاء الأرض في الوقت اللي ضاعت فيه مذاهب العلماء الآخرين؟ ومين هم اللي حاربوا التتار مع قطز؟ ومين فينا صديقي اللي عارف اسماء الحضارمه والعمانيين اللي حملوا رايه الاسلام لاسيا؟ وايه هي اسم ام صلاح الدين الايوبي اللي زرعت فيه حب البطوله؟ وايه هي اسم زوجة الشيخ احمد ديدات اللي كانت بتسهر علشان علاجه لما فضل 9 سنين مشلول؟ وغيرهم يا صديقي، دول كلهم عظماء مجهولين الهويه. فمن ضمن كل شخصيات مجهوله الهويه دي يا صديقي اخترت شخصية غريبة شوية وممكن الناس ما تكونش سامعة عنها. الشخصية دي يا صديقي هو غلام يا صديقي عنده 20 سنة من قبيلة الأزد. وقصة بطولة الغلام ده يا صديقي كانت في معركة اليرموك. بتبدأ يا صديقي لما خرج حارس ضخم جدا من جيش الروم بيقول للمسلمين: هل من مبارز؟ في حد فيكم يقدر يحاربني؟ كالعادة بتاعت الجيوش القديمة. وأول ما الراجل الضخم يا صديقي قال الكلمة دي خرج الغلام ده من وسط كل المسلمين اللي كان في جيش المسلمين يا صديقي في الوقت ده ازيد من 100 مدرب للحرب. لكن جرى الغلام يا صديقي على قائد الحرب اللي هو ابو عبيده بن الجراح وقال: يا ابا عبيده اني اردت ان اشفي قلبي واجاهد عدوي وعدو الاسلام وابذل نفسي في سبيل الله تعالى لعلي ارزق بالشهاده، فهل تاذن لي؟ فسمع ابو عبيده الكلام يا صديقي فاذله. فتحرك الغلام يا صديقي علشان يقابل مصيره، لكن وهو ماشي وقف فجاه وبص لأبي عبيدة وعينه مليانة نور وقال له: يا أبا عبيدة إني عازم على الشهادة، أنا مصر على الشهادة، فهل توصيني بشيء أوصله لرسول الله؟ فقال له كده ودموعه نازلة على لحيته: اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومن المسلمين السلام، وقل له: يا رسول الله جزاك الله عنا خيرا وإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فراح يا صديقي الغلام الأزدي علشان يحارب العملاق الرومي. ففضلوا يتحاربوا مع بعض يا صديقي لحد ما الغلام الأزدي قتل عملاق الروم. فأخذ الغلام يا صديقي الفرس والرمح وسيفه وراح للمسلمين. فعلى صوت المسلمين يا صديقي بالتكبيرات: الله اكبر الله اكبر. وبعد كده يا صديقي راجع الغلام تاني لجيش الروم وقال بصوت عالي: هل من مبارز؟ فطلع له فارس يا صديقي ما يقلش ضخامه عن فارس الاولاني. فحاربوا الغلام يا صديقي فالغلام قتله. فطلع له فارس ثالث يا صديقي فالغلام قتله. فطلع له فارس رابع يا صديقي فالغلام برضه قتله. فقوات الروم بقوا مستغربين: ايه هو الغلام اللي مقبل على المده؟ فمع الفارس الخامس يا صديقي الغلام استشهد. فطلع الجند الرومي يا صديقي فطير رقبه الغلام واتحققت امنيه الغلام واستشهد. ومن بعدها تبدا اكبر معركه عرفت في اهل الشام وهي معركه اليرموك. وتبدأ المعركة يا صديقي اللي كانت بتضم حوالي 32,000 مسلم قصاد جيش كبير جدا يا صديقي يعادل أضعاف عدد المسلمين. لكن المسلمين يا صديقي كانوا بيقاتلوا بشراسة كبيرة جدا. كتر عدد جيش الروم المسلم لما كان يموت واحد رومي كان يرجع له ب10. ده دليل يا صديقي ان فعلا عدد الروم كان كبير جدا. وبكده يا صديقي بدأت الكفة تميل ان المكسب رايح لمين؟ للروم. وفعلا يا صديقي حاصرت قوات الروم جيش المسلمين من كل اتجاه، وبقى بنسبة كبيرة يا صديقي المسلمين مقبلين على الهزيمة. وفي اللحظة دي يا صديقي يظهر بطل جديد من عظماء الأمة الإسلامية، البطل يا صديقي اللي أخذ أصعب قرار ممكن أي حد ياخده في حياته وهو قرار الموت. من قلب المعمعة يا صديقي والحصار يقرر هذا الفدائي العظيم إنه ينشئ أول كتيبة في التاريخ تسمى بكتيبة الموت. فايه هي يا صديقي الكتيبه الفدائيه دي وازاي يا صديقي حولت مجرى المعركه بشكل غريب؟ ومين هو يا صديقي صاحب فكره كتيبه الموت؟ وايه يا صديقي قصه شربة الماء اللي 3 ابطال من المسلمين ماتوا قبل ما يشربوها؟ وازاي القائد الفدائي المسلم ده يا صديقي اللي ضحى بنفسه كان من اشد اعداء الاسلام وازاي اسلم؟ ده كله يا صديقي ان شاء الله هنعرفه في حلقتنا اللي جايه او قصتنا اللي جايه. اتمنى يا صديقي تكون الحلقه عجبتكم، ولو انت تعرف مين هو القائد الفدائي سيبوه لنا في الكومنتات واستنونا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. ما تنساش بقى صديقي اللايك والشير وشويه الحاجات الحلوين دولت علشان نستمر في نشر الفيديوهات. كان معكم محمد يدك والى اللقاء في قصه جديده.